اهلا بكم في فيديو جديد. وده بداية الكورس. الفيديو ده ممكن يبقى طويل شوية، معرفش هيخلص امتى، بس الفيديو طويل لان هنبدأ بيه من اول الاغنية لحد الماستر والميكسينج. طبعا كل ده مش هيبقى في فيديو واحد، بس يعني في كل فيديو هنحاول نتخطى مرحلة كبيرة. ركز معايا في الفيديو ده كويس. انا دلوقتي مثلا فاتح البرنامج معاك، بس ما عنديش خلفية لأي حاجة أنا ممكن أكون كاتبها، أو حاجة مثلا مألفها أو ملحنها. فأنا دلوقتي يعني في كام كلمة كده كنت حاجة كاتبها. هي أغنية بس ما كملتش، لأن أنا الأغنية كنت عاملها لوحدة يعني بتغني. فهبدأ إن أنا أقول الكوبليهات بتاعتها معاكم، ونبدأ إن احنا نشتغل عليها، بحيث برضو تبقى كل حاجة لايف، ما يبقاش في حاجة انا محضرها عشان اشتغل عليها. نخش في الموضوع. انا مثلا هجيب اي صوت بيانو دلوقتي. يعني احنا بنبدأ اهو من الف ب. ولا يوم حد. عفوا، انا صوتي بس عشان انا بسجل الفيديو ده الساعة 6 الصبح. والصوت طبعا منه للشباك لاني ساكن في الدور الاول، فمنه للشارع. فلو صوتي مش حلو يعني اعذروني، بس انا ايه يعني بحاول ان انا امشي الطبقة. ولا يوم حبيتني تلاقيك حبيت من تاني، ونسيتني وانا بشكي القلب هي ليالي، ولقيتني قلبي منك بيعاني، ويا ريتني ما قابلتك يوم. يعني هي ممكن تبقى ماشية بنفس النمط ده. فتعالى كده نحاول نجيب كوردات تانية تكون متناغمة مع صوتي. طبعا حاول ان انت لما تيجي تختار كوردات، مش مجرد ان انت تبقى لعبها صح وخلاص، لازم تبقى جايب كوردات تبقى لايقة على طبقة الصوت اللي بتغنيه. فانا دلوقتي الطبقة اللي انا غنيت منها ديت، او الآلة اللي انا غنيت منها دي، حاسس ان صوتي آه يعني بغني صح، بس مش حاسس ان انا مندمج مع المزيكا. فخلينا كده نشوف حاجة من الهايبر. نعلي الصوت شوية، نشوف حاجة تانية تكون فيها بادز مثلا. نرجع تاني نشوف ده. هو في صوت كان عاجبني. لا، احنا كده دخلنا على حاجة تانية. مم، هو صوت الجيتار ده كويس، بس انا عايز في واحد تاني مصاحبة معاه بادز. في اصوات كتير جيتار كتيرة جدا. ممكن دوت
في بادز خفيفة اهو. ولا يوم حبيتني تلاقيك حبيت من تاني، ونسيتني وانا بشكي لقلبي يا ليالي، ولقيتني قلبي منك بيعاني، ويا ريتني ما قابلتك يوم. طيب ماشي، ممكن نشتغل بده. طيب تعالى كده نجرب على سرعة مثلا، يعني ممكن نقول 60. نشوف. اهو كورد هرسمه بالطريقة دي. ولا يوم حبيتني، نحاول نعمل ناخد لها طبقة كده هنا. هو الكورد تقريبا ماشي بالطريقة دي. حاول بس اجرب حاجة بس. انا هنا عايز اغير الصوت ده او اخليه واضيف معاه صوت تاني، ولا افرض صوت بيانو مثلا. ولا يوم حبيتني. طبعا البادز هنا مقفولة، هنفتحها شوية. ولا يوم حبيتني تلاقيك حبيت من تاني، ونسيتني وانا بشكي لقلبي يا ليالي، ولقيتني قلبي منك بيعاني، ويا ريتني ما قابلتك يوم ولا يوم، وهكذا. طيب انا عندي خيال كده، بما ان انا هوزعها دلوقتي، فطبعا يعني فالموضوع لازم يبقى اسرع شوية. فانا دلوقتي هختار دي كده، هكتب عليها كورد 1، وهبدأ ان انا اختار دي كده. ممكن الكوردات برضو نعدل فيها شوية، وهختار دي كده نفس اللون، وهكتب عليها كورد بحيث ان يبقى الشغل كله متنظم. وهقوم حادفها على الميكسر كده، وهخليها برضو نفس اللون، اكتب عليها كورد بحيث ان انا لما اجي ابرمج اي حاجة في الموضوع يبقى معروفة دي تشانل 1. طيب انا الحاجات دي كلها كده مش عايزها،
انا بس كنت حابب ان انا اجيب الطبقة اللي انا هبدأ منها، وهنبدأ بقى ان احنا نشتغل. انا كده عرفت مثلا سرعة الاغنية بتاعتي والتيمبو، اللي هو التيمبو عفوا. يعني ممكن مثلا نعلي سيكا او نوطيه، يعني لسه برضو ايه، ما جيتش على مرحلة التسجيل عشان اقدر ان انا امشي اللحن بتاعي. طيب انا هنا مثلا مشيت ده كده اهو. هو طبعا انا هنا عاملها على 1/8، مش 1/4، لان 1 2 3 4 5 6 7 8. فهو الكوبليه ماشي بالنمط. فانا هعمل حاجة تانية خالص. هبدأ ان انا هجيب نفس الآلة دي كده، هجيب الباتس، هفصل ده كده خالص، وهسيب الباتس واشغلها. مع الباجز ده بجد، يعني انا بحب اشتغل بالفلات ديت، لان بجد بتدي احساس روعة للموضوع بتاعك، وبتديله كده يعني اندماج. فالبادز دي بتبقى حاجات اساسية بتتحط تحت التوزيع، خصوصا لما يبقى توزيع هادي، لان انا همشي بنمط ان انا مش هحط الات كتير واكعبل الدنيا. انا هعمل حاجة كده ايه شكلها حلو وبروفيشنال واغنية خفيفة. طيب ممكن نلعب، يعني هنا مثلا انا هنا ممكن اعمل ايه. الكوبليه الاول دوت انا مثلا قايله آه يعني من هنا، فانا ممكن اخد كده كوبي كده مثلا، خدت كوبي، بس بدل ما اخليها اي 4 اخليها مثلا، اخليها ايه 3، بحيث ان هو ايه مع اعادة الكوبليه التاني يبقى برضو في ايه. يعني نسمع كده. لازم لازم وانت شغال كده تدخل نفسك في الخيال والمود. يعني لما تيجي تلعب بأي حاجة، حاول تختار آلة تحسسك ان انت صوتك لما بتيجي تغني مندمج. انا يمكن دلوقتي مش واخد راحتي في الغنى شوية، بس هنسجل برضو وهنشوف الدنيا، وعلى الله التسهيل. طيب انا مثلا مشيت بالتيمة دي كده، اوكي. ممكن نحاول نلعب حاجة هارموني برضو كده مثلا، نشوف الدنيا هتبقى مالها ماشية ازاي. ملت الموضوع شوية من هنا برضو. يعني ممكن ناخد الجزء ده كده. يعني انت برضو لازم تبقى بتحاول تبتكر، تعمل حاجة مختلفة، ما تبقاش عامل حاجة تقليدية. فاحنا ممكن واحنا بنجرب، يعني انت طول ما البروجكت تحت ايدك وتحت سيطرتك لازم تقعد تجرب. بس بلاش افورة، حاجة حلوة خلاص سيبها.
انا المهم هنا ما بخرجش عن النوتة اللي انا لعبها. تعالى كده نسمع، نشوفوا الدنيا فيها ايه. مهم لما يجي ينقل ما تحسش ان في نشاز، فاهم قصدي؟ بص هنا الصوت اختلف ليه بقى. يعني لو حد فاهمان مزيكا ودانه حلوة، الصوت اختلف ليه هنا؟ عشان شايف ديت مش ملعوبة صح. يعني بص هنا في شرطة مش ملعوبة صح. بص الصوت كأنها مش موجودة. طيب كده صح، فرقت. ولا يوم حبيتني تلاقيك حبيت من تاني ونسيتني. انا زي ما قلت لك ان الاغنية كنت عاملها لصوت بنت. انا طبعا السينيو هألفه معاكو هنا، والكوبليه طبعا هيبقى على نفس وزن الكوبليه الاولاني اللي احنا اوريدي كاتبينه، لان انا ممشي الاغنية كوبليه سينيو كوبليه سينيو، وجملة لحنية طبعا في النص. انا هنا هحاول ان انا عشان اختصر التوزيع هحاول ان انا آه يعني ممكن ادخله بالدخلة ديت. يعني مثلا انا ممكن اعمل كده، هاخد ده كده تاني كوبي، هحاول اعمل كده، احط كده مثلا، وهحاول ان انا هشيل دي كده خالص، وهحاول برضو ان انا اشيل الجزء ده، بحيث ان برضو يبقى البادز مش ماشي كله حتة واحدة، يبقى في حاجات برضو بتختلف بس ما خرجناش عن الموضوع. اهو كده مثلا نسمع برضو، لازم تبقى انت برضو قاعد بتسمع. شايف في تغيير، كلها لمسات بسيطة جدا. هيقوم مطلعنا بقى، انت فاهم، نطلع بقى. دايما وانت شغال خلي دايما عندك تصور للشغل بتاعك. التصور ده هو بجد يعني. انا دايما بعترف ان المزيكا ملهاش قاعدة معينة ان انت تشتغل بيها، فالخيال حلو برضو. يعني لما انت تبقى شغال بدماغك انت عارف الاساسيات وماشي بيها، بس تبقى شغال بدماغك دي بتبقى حاجة كويسة. لان انت بتبين فيها ابداعك، فما تبصش لاي توزيعات تانية، عايزك تبقى مركز في اللي انت بتعمله. حط كل احساسك في كل حاجة انت بتعملها. طيب احنا كده مثلا خلصنا البادز، يعني انا هدخل الاغنية كده. خلينا بقى يعني نعلي الليفل بتاعنا شوية ونخش في المود اكتر. طيب خلينا كده اهو، ده نرجعه كده زي ما كان.
زي الفل. آه نبدأ نشوف كورد كويس. تعالى نجرب ده كده. طيب تعالى نلعب لعبة، المهم ان احنا منخرجش. في لعبة كده عايز اجربها، الهاي يعني الاكس باند ده بيدعمها. هنا مثلا انا لو عملت دي كده، شغل كده الكورد ده. لا انا عايز اخليه هنا على 1/8. وفي نفس الوقت هنا بيديك ان انت ممكن تعمل مولدي. كل دي سولوهات. تعال نجرب ده كده. خد بالك احنا يعني انت لسه بتجرب، فاهم؟ بص انا لحد دلوقتي يعتبر ملعبناش مزيكا، احنا بس ايه بنحاول نجمل، وبنحاول ان احنا نطلع احسن ما عندنا. ولا يوم حبيتني تلاقيك حبيت من تاني. طبعا مش ماشية خالص، فاحنا هشتغل باسلوب تاني خالص. افصل كل ده كده، رجع كده، تمام. هعمل كده مثلا. لا
مش هينفع العبها هنا دلوقتي. فانا كل اللي انا هعمله كده. واللعبة التانية دي هنلعبها في الكوبليه التاني، بس الأول أنا عايز أعمل كده. تعالى كده. ولا يوم حبيتني تلاقيك حبيت من تاني، ونسيتني وانا ماشي. برضو الكورد ده حاسس ان هو مش جاي معايا، فانا هعمل برضو حاجة تانية، لان اختيار الكورد المناسب دي اهم حاجة على طبقة الصوت. ايه ده؟ انا هدي طبعا الديلاي. طيب تعالى نشوف النمط ده كده. مش عجباني خالص تن تن دي. هنعمل كده. الفيديو شكله هيبقى طويل جدا. برضو الصوت مش اللي هو.
ماشي، ممكن نجرب دي. ولا يوم حبيتني تلاقيك حبيت من تاني، ونسيتني وانا بشكي لقلبي يا ليالي ولقيتني. دي جميلة جدا، نسيف ده عشان لو الدنيا باظت. فهنسيف كده، لازم تبقى انت وانت شغال برضه بتسيف بطريقة صيغة مضغوط عشان لو حصل اي خلل في اي حاجة. طيب هنا انا هعلي شوية ده كده سيكا. لاحظ ان هو في بادز برضو، فهيدي اندماج قوي جدا. تعالى بقى نغير الكورد ده. ولا يوم حبيتني تلاقيك حبيت من تاني، ونسيتني وانا بشكي لقلبي يا ليالي ولقيتني. قلبي منك بيعاني ويا ريتني ما قابلتك يوم، ولا يوم حبيتني. طيب تعالى بقى نخش على الخطوة التانية المهمة، ودي هتبقى اخر خطوة معانا في الفيديو ده. انا هسيف دي بصيغة ويف، هكتب عليها ديمو مثلا كده، وهبدأ ان انا اسيفها. كده هي اتسيفت. ان شاء الله الفيديو اللي جاي هسجل الصوت بتاعي معاها، ويعني الفيديو هيبقى ورا ده على طول. فانا عايزك بعد ما تسيب الفيديو ده هتلاقي الفيديو التاني على طول. ما تنساش تشترك في القناة عشان يوصلك كل جديد، عشان اللي جاي شديد. اشوفكم الفيديو اللي جاي اللي ورا ده على طول. سلام.